ايه يا بنتي؟ الحاجة اللي كنا نفسي فيها اللي هي هتعمليها اللي هي كشري مصري. مين قالك؟ هتعمليه؟ ايوه. ايه بس انا ما تحطيش بصل، ما بحبوش. بصوا يا ما اصدقائنا، بحبش يا جدعان البصل المقلي. المحمر؟ لا عادي. بحبوش البصل المحمر احنا بنعمله عشان اغلبيه البيت بياكله. لازم اساسي الكشري، لازم طبق الكشري اساسي فيه طبق ايه؟ كل دي بصلايه. دي لسه هتتفكك وهيتحط عليها شويه نشا او شويه دقيق على حسب عشان تبقى بتقرمش كده، وهنقلها في الزيت ما تقلقيش كده. بصوا حبايبي، كل حبايبي اللي من مصر ومن بره مصر اللي عايزين يعرفوا يعني طريقه الكشري المصري بتاعنا ايه، من ابسط ما يكون ومن اسرع ما يكون ممكن تعمليه. احنا هنا غلينا ميه وحطينا مشكل مكرونه، في منها النوع ده وفي منها النوع الاسباجيتي، ممكن تحطي نوع واحد زي ما تحبي اللي انت عاوزاه. هنا البصل بتاعنا بيتحمر، انا حطيت عليه شويه دقيق على شويه نشا وهيتحمر في الزيت وهيطلع مكرمل. ما ينفعش ترفعي البصلايه قوي عشان ما حدش يقول لي انت عاملاها تخينه، ولا تعمليها تخينه قوي ولا رفيعه قوي، وسط عشان تطلع معاكي مقرمشه وفي نفس الوقت طريه ما تبقاش محروقه. هنا الصلصه بتاعت الكشري بتاعتنا اتعملت اهي، وبتبقى يعني سايله شويه، ما بتبقاش تخينه، مش بتاعه تسبيك الطبيخ، لا هي بتبقى سايله شويه كده. هي بالنسبه لي كده خلاص الحمد لله كده خلصت. العدس بجبه بتاعنا هنسلقه دلوقتي وهنحطه، ولسه فيه الرز هوريها لكم. بس ما تنسيش يا قلبي وانت بتتفرجي كده معانا على الكشري المصري بتاعنا الاصيل الجميل اللي ما بياخدش ساعه زمن، تعملي الاشتراك في القناه وتصلي على النبي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اخبار الكشري ايه يا ماما؟ ادي العدس. الله. العدس بجبه اهو. العدس الجبه بيتسوى نص سوا، مش سوا كامل عشان ما يبقاش معاكي طري قوي. تمام. خلصنا المكرونه بتاعتنا. الله. بصي على الحلاوه. الرز بتاعنا بيتردد، رز الشعريه عادي سخن عليا. هنا هنعمل الدقه بتاعتنا اللي على السخن. هنا عملنا البصل بتاعنا اهو بالصلاه على محمد. خلصنا البصل المحمر بتاعنا اللي هي ما بتحبوش. في ناس بتحط حمص بس انا ما بحبش الحمص في الاكل عشان ما بناكلوش. الصلصه اتعملت يا قلبي، اتعملت اهي. الصلصه اهي. يا ست البنات تعملي دقه الكشري. ثواني يا جودي ثواني. عباره عن شويه زيت او شويه سمنه او شويه زبده، تحطي توم مفروم، معلقه توم مفروم كبيره، نص معلقه كبيره كزبره ناشفه، يتحمروا مع بعض كده. ترشيهم بايه؟ ترشيهم بالخل بتاع حوالي معلقتين خل كده اهو. وتحطي بقى نص كوبايه ميه عليها وتسيبيها تغلي، وتحطي شويه ملح شويه فلفل وشكرا اهو. بقى مفيش حد بيختلف لما بينزل مصر او من جوه مصر او من بره مصر ان هو ينزل مصر ياكل كشري مصري، لان الكشري المصري احنا متميزين بيه بالدقه بتاعتنا، بالرز بشعريه العسل، الصلصه بتاعتنا الجميله. يا جماعه انا عامله كل ده. العدس بجبه، المكرونه المشكله، بتزودي عليها حمص لو انت عاوزه. انا ما احنا هنا ما مناش في الحمص قوي، فاحنا عملنا اللي احنا بنحبه. ده اساسيات المطبخ المصري في الكشري المصري اللي ممكن تعمليه بابسط طريقه في اقل من ساعه زمن. ما شاء الله لا قوه الا بالله. احلى غدا ده ولا ايه؟ الله اكبر الله اكبر. تعملي بقى طبق بقى وتعملي جنب منه الكماله وبسم الله ما شاء الله، وتحطي بقى الدقه بتاعتنا. بصوا العدس بجبه مفرفر، ما بيبقاش مستوي قوي، 3/4 سوا. الصلصه بتاعتنا ممكن تحط شطه زي ما انت عاوزه، مكرونه مشكله، رز بشعريه. الاكله دي محتاجه لايك وكومنت حلو منك يا روح قلبي. تعملي طبق لمين حضرتك؟ ليا. ليكي؟ ايوه. بحسبك بتعملي ليه. بصوا بقى رز بشعريه. الله. تمام. معلقه عدس عادي، احنا في بيتنا بقى نكتر زي ما احنا عاوزينه واحنا بره في المحل. تعالى حياتي، تعالى عند المكرونه. المكرونه ديت محطوط عليها ملح وفلفل كده ايه عظميته. تمام. كفايه مكرونه، انا بحب الرز اكتر. تمام. حتتين بصل محمرين. تمام. معلقه الصلصه الجميله. نسيتي حاجه كمان اللي هي دقه. هنحطها اهو ثواني اهو. ايوه. تمام. والدقه بتاعتنا العظمه دي بقى اهم من الكشري ذات نفسه. الله الله. حلا طبق الكشري ده ولا ايه؟ المنديل بتاعنا نظبط الطبق.
بصي بقى، على طبق كشري. بصي الجمال. وتفضلوا معانا. ولو عاوزه كماله بقى، الكماله ايه اكيد موجوده.